السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون خاص بحامل الهاتف ولا رينج لايت. هاد الحامل اللي تحتاجه أي وحدة عندها قناة في اليوتيوب ولا راح تحل القناة، ننصحها بهذا. راح يكون سعره بزاف رخيص، وراح يساعدك خاصة في الأماكن اللي ما فيهاش إضاءة. راح نحلو معاكم ونعطيلكم كيفية التركيب تاعو. هنا هذا كيما هذا راح نقول لكم هذا هو السيبور ولا الحامل. وعندنا هنايا هذه الدائرة هذيك اللي فيها الإضاءة وين نثبتوا الهاتف تاعنا. راح نحلو معاكم كيما قلت لكم ونعطي لكم كيفاش تركبوه خطوة بخطوة. كيما قلت لكم اللي حلت قناة ولا عندها قناة وما زالت ما شراتوش غير تشريه راهو مبلغه جد رمزي. أنا خلصته 320. وهنا راح نوري لكم كيفاه راح تركبوه وكيفاه راح تستعملوه. هنا كما شفتوا هاد الدائرة اللي فيها الإضاءة. هنا الإضاءة فيها عدة إضاءات، كاينة وحدة باللون الأصفر، كاينة وحدة في الأبيض، وكاينة وحدة بالألوان. هنا كما قلت تشوفوا هذا السلك هذا يلصق في الشارجار، وعندك القطعة هذه اللي تحطي فيها تفكسي فيها الهاتف تاعك. وعندنا هنا قطعة أخرى هنا اللي تخليك تميلي الهاتف على حسب الوضعية اللي تحبيها انت، تحبيها هابط على مثلا موقع التصوير اللي تصوري فيه. وهذه القطعة الأخيرة اللي تلصق هذه الدائرة تاع الإضاءة بالحامل نتاع الهاتف هذا، راك تشوفوه. وبالنسبة للطول تاع الحامل راهو فايت المتر، متر ونص. يعني طويل الله يبارك. تقدروا تديوه في أي مكان وأي ارتفاع تحبوه. راح يساعدكم بزاف كيما راكم تشوفوا. هاو الحامل نتوما تتحكموا في الطول تاعو والقصر تاعو كيما تحبوا. كل كل قطعة فيها كي شغل فيس ولا هاك ثما تتحكموا اسكو تطولوا فيه ولا كي تطولوه تفيكسيو به. دوك نعطيلكم كيفاه. هنا كيما راكم تشوفوا تجبدوا وتحلوا الحامل تاعكم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. هنا راح يجي الدور تاع هاد القطع دوك نركبوهم مع بعضهم. راح تهزوا هاد القطعة تدخلوها كيما هكا، تعاودوا تقفلوها بالمقفل تاعها كيما راه موضح. هو ساهل في التركاب، ما كانش كيف في الباطا تاعو ما كانش كيفاه تركبوه. مي كي تروحوا تشريوه من عند مول الحانوت تقولوا له يفهمكم، اللي ما فهمتش هو ثاني يزيد يوجهكم. هنا كيما راكم تشوفوا هاد القطعة راح تفيكسيوها هنا. هاي تدوري برك غير بشوية راح تلصق نورمال. هنا راح يجي الهاتف. شوفوا شتو هذيك الكرة اللي كانت لداخل هذيك هي اللي تخلي الحامل هذاك يدور بكل سهولة. هنا القطعة اللي راح تلصق بيناتهم، هذه اللي راح تربط بين الحامل وهذيك الدائرة. وها هيك تبعوا برك الخطوات درك تركبوه بكل سهولة. راح يفيدكم كما قلت لكم خاصة لصاحبة القنوات اللي عندها إضاءة ناقصة ولا حابة تصور في الليل ولا، راح يساعدها بزاف. وزيد كما قلت لكم مبلغه رخيص. هذا هو هذا أصغر واحد فيهم. وهنا راح نلصقوا القطعتين مع بعضهم، راح نلصقوا هذاك الحامل مع الإضاءة تاعنا كما راه موضح. هنا راح نوري لكم احسن لي ما قدرتش كيفاش نصور. هنا راح تدوروا حتى تفيكسيوه عادي. بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم الطول راح تتحكموا فيه نتوما، تقدروا تطولوا كما قلت لكم، تقدروا تطولوا فيه ولا تقصروا فيه. آه. وهذه كما قلت لكم تحكموا في الإضاءة. درك نشعلها لكم وتشوفوا هاي الإضاءة
من من هادوك الأزرار هادوك اللي تبدلوا الإضاءة اللي تحبوها، كيما هنا شوفوا الإضاءة هنا نحيتها، أها، الإضاءة تاعها بزاف مليحة، راح تساعدكم كيما قلت لكم تعطيكم جودة للصورة تاعكم، فيها 3 ألوان وقيلة، فيها الأبيض والأصفر وفيها هاد الملون هذا. وفي الأخير هنا راح تفيكسيو التليفون تاعكم كيما قلت لكم هنا، هاو كيما موضح. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير في فيديو قادم بإذن الله.